قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الزكاة يا عباد الله من أركان الإسلام الخمسة. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وقد جاءت الزكاة مرتبطة مع القرآن في آيات كثيرة في القرآن تزيد على 80 آية، وذلك لعظم الزكاة وعظم هذه العبادة وهذه الشعيرة وهذا الفرض الذي فرضه الله علينا، بل هي من صفات المؤمنين. فقد قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الزكاة واجبة في أموال المسلم إذا ما حل عليها عام هجري واكتمل عنده النصاب من ذهب وفضة وأموال. والزرع حين حصاده والأنعام كذلك يا عباد الله. ويجب على المسلم أن يتعلم أحكام الزكاة وكيف تحسب وكيف تصرف. فقد قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. حددها الله ب8 أصناف يجب أن تخرج زكاة الأموال، ولا يجوز أن تخرج لغيرهم، فلا تخرج إلا عندما يكون عندك ظن يقيني بأن الذي تخرج له من ضمن هذه الأصناف، ولا فيها مجاملة ولا محاباة. وأن لا تخرج هذه الزكاة لمن يجب عليك نفقتهم، ولا تخرج في الأعمال الخيرية مثل بناء المساجد وغيرها، ولا تخرج هذه الزكاة لتدفع ضررا عن نفسك أو تستفيد في مشروع، بل هي للأصناف 8 التي ذكرها الله. فلذلك يا عباد الله دائما وأبدا اجعل عبادتك قائمة على ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأخذ الأجر وتنال رضا الله. فالزكاة يا عباد الله ثوابها عظيم وأجرها عظيم، تنال بها محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدخل بها الجنة ويفرج همك. ومن عواقب ترك الزكاة يا عباد الله ألا يكون المجتمع متجانس متعاضد، وأن يمنع القطر وأن يمنع الماء من السماء. ما من قوم منعوا الزكاة إلا وحرموا الماء من السماء، حرموا القطر من السماء. هذه الأمور العاجلة. أما العقاب الآجل لمن ترك الزكاة، تركها بخلا وتركها خوفا على دنانيره ودراهمه. اسمع لهذا الحديث العظيم المخيف المرعب:
قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا من ترك الزكاة بخلا وخوفا على ماله أن ينتهي، فكيف بمن تركها جحودا ولا يرى وجوبها؟ فهذا على ولي الأمر أن يأمره بالزكاة، فإن أبى فيقتل ردة كما قاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الردة عندما منعوا الزكاة. الزكاة يا عباد الله يجب أن يخرجها صاحبها بنية الزكاة، وأن يخرجها ونفسه راضية محبة لذلك، وأن لا يتبعها أذى ومن على من أخرجها له. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الزكاة أو الصدقات ما يجب أن تخرج بمن وأذى على من تصدقت عليه أو أخرجت له الزكاة. تطيب نفسك لأنك تعبد الله في هذه الأمر، سواء كانت زكاة واجبة أو صدقة. ولما تهاون المسلمين في زكاة الأموال انظروا إلى حالنا كيف أصبح. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الزكاة يا عباد الله فرض فرضه الله علينا، ولا بد للإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يسأل وأن يحسب ماله بدقة شديدة حتى لا يقع في المحظور. ولا بأس أن يوكل غيره في إخراج زكاة ماله. واعلموا يا عباد الله أن في هذا الشهر، شهر رمضان الذي نحن فيه، وقد مضى منه أو أوشك أن يمضي منه 7 أيام، فماذا قدمت فيه وماذا فعلت فيه من الصدقات؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يكون أجود ما يكون في شهر رمضان. فكم صدقة قد أخرجت في هذه الأيام ال7 ولو كانت قليلة؟ لا تنظر إلى قيمة الصدقة التي تخرجها، ولكن انظر أنك تخرجها لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الشهر صدقة الفطر يا عباد الله التي قال صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد. فهالله هالله بزكاتكم وبصدقاتكم، واجبروا خواطر الفقراء وتصدقوا يا عباد الله ولو
بدينار، فرب درهم سبق 100,000 درهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.